والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. أخرجه البخاري ومسلم متفق عليه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب دخول الخلاء والاستطابة، حديث أبي قتادة، واسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري، عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي، وقيل اسمه غير ذلك، قيل عمرو وقيل النعمان، وكما ذكر الحافظ ابن حجر هذا هو الأقرب، أن اسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري، كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي وأبو قتادة رضي الله عنه كما قلنا هو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذكر ابنه عبد الله، وهو الراوي عن أبيه، وهو راوي عن أبيه، أنه أي أبو قتادة لقي أحد المشركين عندما اشترى فرسا، فقال له ذلك المشرك تخاصم أو تقاول، فقال له أبو قتادة: أسأل الله أن ألقاك، بمعنى كلامه، وأنا على هذا الفرس. فبينما كان أبو قتادة رضي الله عنه يعلف، أي يعطي فرسه الأكل، بلغه أن فرسانا من المشركين اعتدوا على بعض أموال المسلمين، فذهب رضي الله عنه بفرسه إليهم، فلقي ذلك الرجل فقال: قد لقيناك، فتقاتل فقتله أبو قتادة رضي الله عنه، وهزم المشركين لوحده، ثم رجع بالذي أخذه المشركون من أموال المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا فارس، اليوم هو فارسنا أبو قتادة، اليوم هو فارسنا، أي أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه. قال صلى الله عليه وسلم: خير فرساننا اليوم أبو قتادة، خير فرساننا اليوم أبو قتادة. طيب، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول،
أي معناه لا يأخذ ذكره بيده اليمنى، لا يأخذ يمسك ذكره بيده اليمنى وهو يبول، فهذا فيه النهي، لا يمسكن، لام يعني لا النهي، وهو للتحريم. هذا هو الصحيح وهو الراجح، أنه يحرم أن يمس ذكره بيمينه، أن يمس ذكره بيمينه حال البول، وكذلك يعني يمس دبره حال بيمينه حال الغائط، كما قال الحافظ والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، لأنه يعني محل خروج الغائط، حال الغائط لا يمس يعني دبره بيمينه، وكذلك حال البول لا يمس ذكره بيمينه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، يعني هل النهي عن مس الذكر باليمين حال البول فقط أو في كل وقت؟ الصحيح أنه حال البول، حال البول فقط لهذا الحديث. وكذلك يعني جاء حديث عن طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر بعدما يتوضأ فقال هل هو إلا بضعة منك، يعني ما هو إلا بضعة منك، فدل على جواز يعني مس الذكر في غير حال البول، في غير حال البول، لهذا الحديث الذي حسنه بعض العلماء حديث طلق بن علي، وكذلك لحديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، قيده حال البول. وهذا يشمل يعني الرجال وكذلك النساء على الصحيح، لأن النساء شقائق الرجال. وقال الحافظ رحمه الله تعالى التنصيص على الذكر لا مفهوم له، أي خص النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره، قال لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما خص، أي إلا ما جاء دليل على خصوصية، يعني أنه خاص بهذا بالمرأة أو أن هذا خاص بالرجل. أما إذا جاء الحكم عام فيشمل المرأة والرجل. لذلك قال ابن الملقن رحمه الله قال المرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين، أي أنها تنهى ومحرم عليها أن تمس يعني فرجها في حال البول، قبل في حال البول، وكذلك الدبر في حال الغائط مثل الرجل. قال ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، هذا أيضا فيه النهي، والنهي هنا للتحريم، وهنا يعني الاستنجاء باليمين، أن يستنجي باليمين أو أن يستجمر باليمين باليد اليمنى. الاستنجاء يعني غسل يعني البول، مكان البول أو الغائط بالماء، والاستجمار يعني مسح مكان الغائط أو البول بالحجارة أو نحوها ما يقوم مقام الحجارة. فلا يجوز، محرم أن يستنجي باليمين، سواء يستنجي أو يستجمر، سواء يستنجي أو يستجمر.
لهذا الحديث: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وإذا استجمر أو استنجى بيمينه، يستجمر أو استنجى بيمينه، هل يجزئه هذا؟ نعم يجزئه. ويعني وهو قد فعل محرم، وهو قد فعل محرم وعصى الله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا استجمر بالعظم، لأنه منهي عن الاستجمار بالعظم. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قال في حديث أبي قتادة أظنه: نهانا أن نستنجي بروث أو بعظم، سيأتي معنا. قال شيخ الإسلام: وأما إذا استجمر بالعظم واليمين، استجمر باليد اليمنى، فإنه يجزئه، فإنه قد حصل المقصود بذلك، وهو الإنقاء، يعني ذهبت النجاسة، وإن كان عاصيا، والإعادة لا فائدة فيها، ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. يعني هذا هو الصواب، أنه يجزئه، وهو قد فعل يعني معصية، فعل محرم. ما الحكمة من النهي عن مس الذكر باليمين؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين حال البول؟ قلنا وقياسا عليه الدبر حال القائض. قال ابن الملقن: الحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها وصيانتها، أو لأنه إذا باشر النجاسة بها، إذا باشر مسك بيده اليمنى البول أو الغائط، ربما تذكر عند تناوله الطعام أو الشراب ما باشرت يمينه من النجاسة، فينفر طبعه من ذلك. تذكر عند الأكل، لأن الأكل يكون باليد اليمنى، فاليد اليمنى لا يعني يمس بها الرجل القاذورات والنجاسات لأنه يأكل بها. قال: ربما إذا باشر النجاسة بول أو قائط عند الأكل قد غسل يده، لكن عند الأكل يتذكر أنه مس بها بول أو قائط، قال فينفر بطبعه، يعني بمعنى أنه نقول يعني يتغزز من هذا الفعل. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمس ذكره بيمينه، ويقاس عليه يعني الدبر في حال الذكر في حال البول، والدبر في حال الغائط. وهذا الحكم يشمل الرجال وكذلك النساء، لا يجوز لها أن تمس يعني فرجها حال البول بيمينها، ولا أن تمس دبرها حال الغائط بيمينها، ولا يتمسح من الخلاء، يشمل أيضا الرجال والنساء كما تقدم معنا. الأصل في الأحكام أنها عامة، كما يقول العلماء، الأصل في الأحكام أنها عامة، لأن النساء شقائق الرجال، إلا ما كان خاصا فيما يتعلق بالنساء وجاء الدليل أنه خاص بالنساء، أو يعني هذا لا يكون في الرجال إنما يكون في النساء، يعني الحيض والنفاس وغير ذلك، أو جاء الدليل على أن هذا خاص بالرجال مثل صلاة الجماعة وغيرها. فإذا جاء الدليل على أن هذا خاص، فهذا خاص بالرجال يكون خاص بالرجال، خاص بالنساء يكون خاص بالنساء. أما إذا جاء الدليل ولم يخص، ذكر الرجال نعم في الحديث، ما ذكر النساء، لكنه عام، ليس دليل على أن هذا خاص. قد يذكر، لماذا؟ كما قال يعني الحافظ، قال يعني رحمه الله تعالى، قال: والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، قال: لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون. هذا هو الشاهد، كان يعني في الغالب يخاطب الرجال، لأنهم هم يعني دائما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المخاطب يعني يعني هذا الفعل أو في هذا الدليل هم الرجال، لكن يشمل النساء إذا كان الحكم عام. فهذه الثلاثة الأشياء يدخل
فيها كذلك النساء، الرجال والنساء. قال ولا يتنفس في الإناء، هذا هو النهي الثالث في هذا الحديث، أي يتنفس داخل الإناء، يشرب ثم يتنفس. عرفتم يتنفس؟ يعني يشرب ويتنفس. وكذلك يعني النفخ في الطعام، جاء النهي عن النفخ في الطعام. فالنهي عن التنفس في الإناء حال الشرب، النهي عن التنفس في الإناء حال الشرب، هذه من آداب الشرب، من آداب الشرب، أنه إذا أخذ إناء يشرب، فيشرب ثم يتنفس داخل الإناء. هذا يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. لماذا؟ ما الحكمة؟ قالوا لأنه قد يخرج شيء من أنفه أو من فمه إلى داخل ذلك الماء، إلى داخل ذلك الماء. نذكر قال القرطبي، نذكر كلام القرطبي. قال القرطبي رحمه الله: قوله ولا يتنفس في الإناء، هذا التأديب مبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقذر الغير عن شربه أو الشارب نفسه، وهذا من باب النهي عن النفخ في الشراب، ومن باب النهي عن يعني اختناث الأسقية، أي يعني النفخ فيها. فلا يجوز لهذا النهي من آداب الشرب أنه لا يتنفس في الإناء. أما خارج الإناء فهذه السنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يتنفس خارج الإناء ثلاثا، يعني يشرب ثم يشرب ثم يتنفس خارج الإناء، هذا سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس خارج الإناء ثلاث، كما جاء أظن عن أنس رضي الله عنه. فهذا هو السنة. أما الذي ينهى عنه التنفس داخل الإناء، يشرب والإناء موجود هنا، عرفتم؟ هذا المنهي عنه، هذا هو المنهي عنه. إذن معنا في هذا الحديث ثلاثة أشياء أو ثلاثة أفعال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، عن فعلها. الأول مس الذكر باليمين حال البول، ويقاس عليه الدبر حال الغائط. الثاني أن يستنجي باليمين أو أن يستجمر باليمين، ولا يعني لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. وقلنا هذا يعني يشمل الحكم عام للرجال والنساء. وهنا مسألة الاستجمار، مسألة الاستجمار. الآن الاستجمار بالحجارة صح أو نحوها، كيف ذكر العلماء يعني هناك يعني إذا كان يستجمر من البول، إذا كان يستجمر من البول، كيف هنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر باليمين وعن التمسح من الخلاء باليمين، فكيف سيفعل؟ كيف سيستجمر يعني من البول؟ كيف سيمسح ذكره؟ منهي عن أن يمسكه بيمينه،
يمسك ذكره بيمينه، وأن يتمسح من الخلاء بيمينه. ولذلك قال العلماء، وهو الجواب يعني الصحيح، أنه يمسك الحجارة ويثبتها بيمينه ويحرك عضوه باليسار، لا يحرك الحجارة باليمين، لا يحركها، يثبتها كأنه يعني مثل الذي يسكب الماء عندما يغسل يستنجي بماذا يسكب الماء؟ بيساره ويستنجي بيساره؟ لا، يأخذ الماء بيده اليمنى. وهكذا في حال الاستنجاء للذكر، لأنه يحتاج إلى يدين. قالوا يثبت الحجر ويمسك العضو بيساره ويمسح يعني العضو بيساره على الحجر، والحجر تكون ثابتة. إذن النهي الثالث عن التنفس في الإناء، أي داخل الإناء. أما خارج الإناء فهو سنة، يعني يسن أنه كان يتنفس 3 مرات. طيب، في سؤال؟ طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.